الانوثه، عشان كذي حرموه على الرجال، بس حق الحريم عليك منفعه. شوفي طالعي الحين كاتبين نك 31 سنتيمتر، يعني رقبتك 31 سنتيمتر، قاسوها بالمختبر بالسنتيمتر، قاسوا رقبتك، ها قطيتي الشيله وقاسوها. الخصر 77 ونص، كرشتك كبيره، عندك مقاومه انسولين. تدرين لازم خصرك كم؟ اذا رقبتك 31 خصرك لازم دبل. كم يعني؟ قولي بصوت واطي. شنو هالخطين؟ تعالي كتبي لي شنو، ما ادري، كتبي الرقم. اي بالانجليزي عشته ويا قلبي يا حلوة، شاطرة. اي صح، معناته خصرك لازم 62. شوفي لازم الخصر المرة الجاية 62. اذا انت الحين 77 يعني ايش كثر لازم نقط من خصرك؟ تكفين. يبي لي سنتيمتر من المختبر، بروح اجيبه. صبروا خلينا نجيبه ونشوف. يلا خلينا نشوف رقبتك. ايه هذه رقبتك، شوفي يا حياتي رقبتك صغيرة، هذه رقبتك، ها. ايه لازم قلتي 62 دبل، ها. طيب لازم خصرك كذي، الله ينمسك باليد. انت الحين قولي كم؟ نطري خلينا نشوف. امبي حيل كبيرة الكرشة. طيب شو الحجم؟ ايش كبره؟ ايش كبره حيل. معناته مقاومة انسولين قاعد تتراكم الدهون بس في البطن. قلتي لي كله وجبات سريعة وخرابيط، وقالوا ان عيالك بعد قاعد ياكلون خرابيط. انت وياهم، الام وعيالها، الام ومدرستهم. ايش رايك تسوي صحوه حق عيالك وحقك؟ نزقر كم سنتي؟ خلينا نشوف كم سنتي. معناته من 77 ل 67 10 سنتي، ومن يعني 15 سوتها. مركزه معاي بالارقام. يعني 15 سنه. ايه ان شاء الله ما عليه. الشهر الجاي ان شاء الله، يمكن الشهر الجاي تنزلين 5 وعقبه 5 وعقبه 5. ايه 5 وخميس 70 اللي ما يصلي على النبي. عيش بالعافيه ان شاء الله. ان شاء الله تغيرين باذن الله. انتوا شباب، انتوا طاقه الغد وانتوا المستقبل حبيبتي. الحين انت قبل لا اصور سناب ايش قلتي لي؟ انا مو جايه عشان اضعف، انا جايه عشان انظم السكر. انزين ما تدرين ان مرض السكر يحتاج انك تضعفين وتكونين لائقه بدنيا؟ السمنه هذا الشحم اللي مطبق على قلبك لازم تتخلصين منه. كلما زادت الدهون كلما زادت السموم. لازم العب رياضه وادخل في حميه وادير بالي على نفسي. ليش جايتني ماتنه؟ ميرلو قاعده على شغلك قبل ابرك. ليش حبيبتي تزعلوني وانا قايله ماني مهاوشتكم؟ ابي اكون لطيفه معاكم. شنها ماتنا 4 كيلوات. أص من ساعة تكلمت قلت لي سكري، ما بي حد يسمع صوتي. صبري خليني أعبر عن الغضب. ما بيصير فيني كبت أنجر، ما بيصير عندي توتر منكم، الله يسامحكم. قول ايش سوت؟ ما تبي تسمعيني؟ ما تبين أصحي ضميرك؟ غريب. معناته أنت ما تبين ضميرك يصحى. لا اسمع، لا ارى، لا اتك، لا وايد دودهتني. تبي تتحكى ولما تتحكى تقولي طفي. ما بي صوت. كرشتك كابره حبيبتي، هي بروحها كبيره كبرتيها حبيبتي. ليش يا قلبي؟ ليش يا عمري؟ نسبه الدهون المئويه زايده والبطن زايد والشحم. يعني انت ما التزمتي في التغذيه؟ ايه ولا لا؟ سوت صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ديري بالك على عمرك. تحبين روحك ولا ما تحبينها؟ قالت حيل احبها. شلون تحبينها وانت ما انت مهتمه فيها؟ كيف يعبر الحب غير بالعنايه؟ اذا تحبين بيتك ترتبينه، اذا تحبين اطفالك تعتنين فيهم. يصير عيالي شوشتهم طايره وساقطين ومبهدلين واقول احبكم، وين المحبه فيه؟ ما يصير. اهمل جسمي، ان لبدنك عليك حق. الله جايبين حق ماما فاطمة هالهدية. هذا شنو؟ وريني. فواكه مجففة ومكسرات، وقالت بقلاوة بالعسل. خلينا نشوف. بس احنا ما ناكلها. الله يكثر خيركم يا عمري يا حياتي. عندنا اليوم بطلة من أبطال كنرجي، قلت لها مشكورة على هالإنجاز. الحين راح نشجعك. تقول سجلي مستانسة، حق لها.
ما شاء الله تبارك الرحمن. أول زيارة نازلة، ثاني زيارة نازلة، ثالث زيارة نازلة. الدهون وين نزلتيها من الخمسينات للأربعينات؟ الدهون الحشوية 20 19 18 16. دهون البطن 19.1 17 16 15. أقوى تحية. ووو! شنو هذا؟ مليون بوسة. أبطال كنرجي رائعة. زيارة واحدة ونضمك للVIP يا بطلة. برافو. اوه يا زين القطوة الزينة، يا زين القطوة الزينة. شفتي هذه قاعد عندي ويتي قعدت. ما في الا انا اي ما تجين الا لما هذه تلحقينا. صارت وايد لسانها صاير طويل تدرين؟ احلف والله صارت يمكن صوديومها ارتفع. الحيوانات عندهم معادن. نقص شعرها ونحللها. نقدر كاندي نقدر يمه ما ادري يكتشفون شعر رمادي عادي بعد. انا مو اهلا وسهلا. صباحكم الله بالنور والسرور محبين الحياه الصحيه. ابشركم ياني سورنس قوي 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 بعضلات الحوض. وايد قوي مؤلم نفس الالم اللي ياني بعضلات الذراعين. انا سعيده جدا لذلك لان هذا الالم هو الذي يحدث التغيير ويدغدغ مشاعر الرياضيين. اليوم ان شاء الله ناوية ألعب حق عضلة الكوادرسب وناوية أقطع البطن تقطيع بالآب رولر. تقطيع سبحان الله. الآب رولر يختصر كل التمارين بس مو أي أحد يعرف له أو يضبطه. يعني هو وايد زاويته صعبة ويبي له واحد ذراعينه قوية وكورة قوي يتحمل إنه يصير وزن الجسم على عجلة تمده وترده. بس يشمخ البطن يما شنو هذا؟ شلون كذي؟ شعور عجيب ترى. الواحد لما يصير لائق بدنيا في شعور بالسعادة حيل كبير انتم ما راح تفهمونه. حيل شفتوا اللي ياكلون وجبة ترى بسيارة الدبانة مو ساعة تحوس انتوا. هي نرفزتني ازعاج. يعني تهدي السيارة كلها وتجي يم خشمي وتروح. انت اللي فتيت الدريشة. باخذ السبلمنت من النيرس. خلاص الذبانة معها. يعني يد الذبانة من برا. ايه من داخل. ما ادري يمكن هي عايشة بسيارة. الله حلوة السما. احب رسمة الغيوم. الله حلوة السما. احب رسمة الغيوم.
اوكي، للتو كان عندي وحدة قبل حضرتك قالت لي انا رحت حق الدكتورة شفطت لي الدهن اللي بزنودي. قلت لها وبعدين؟ قالت بعد الشفط متنت. قلت لها شنو صار فيك؟ قالت صار عندي نفس سنم البعير من ورا ظهري، وصارت رقبتي هل عرضها، حتى في رفع القياس رقبتها مي طبيعية. فإذا هل الشفط هو حل المشكلة؟ تغيير عاداتك الغذائية والبدء بالرياضة هو الأساس، وفهم شفرة جسمك. الآن أنت نفس الشيء قلتي أنا شفطت من تحت قام يروح المعدتي وارمة من فوق، يصير منظر مو طبيعي، يصير منظر مو متناسق. يعني الطبيعي، شوفي أنا بوريك، سبحان الله. أعطيني قلم الأحمر. طبيعي إن الواحد إذا سمن يسمن، يعني خلينا نقول يسمن كذي كله مع بعضه، صح؟ فتشوفينه تقولين هذا أوبيس، هذا سمين، صح؟ طلع السمين. لكن شفت وحدة فقط شفطت الكرشة التحتية، قالت هي هذه تي من الولادة والحمل بس بشفطها. قام الشحم يصير بالطريقة هذه، صار كذي جسمها، هني صار سايز كبير. ليش؟ لأن شالت الخلايا الدهنية من منطقة فصار تراكم في مناطق أخرى. نفكر هل الشفط هو الحل؟ ليس هو الحل. الحل مثل ما قلت لك أفهم شفرة جسمي وشلون أوصل إلى مستوى من تناسق الجسم والرشاقة، لأن الدهون كلما وجدت زادت السموم. فكثير أشخاص يروحون على الشورت كات رود، مثل سوي تكميم ولا بالون ولا إبر تخسيس، هو ما غير عاداته الغذائية، بس راح يواجه مشكلة sooner or later، لاحقا عاجلا